زي موضوع يعني واضح تماما ان في عمليه تسخين للشارع. يعني بصرف النظر انت موافق ولا مش موافق، بس هو في دلوقتي ايه، في غضب في الراي العام في مم. الشارع مع ازمه اقتصاديه. يعني في مشكله خطيره جدا. انت لو سمعت اسعار الحاجات في مصر دلوقتي، انا مش عارف الناس عايشه ازاي. تسمع بقى إيه، كيلو اللحمه مش عارف بكام، ومش عارف كوبايه القهوه يعني ارقام علبه السجاير مش عارف، واحد بيقول لي بتبقى ب 60 جنيه ولا ب 70 جنيه. يعني انت فاهم حاجه يعني اللي هو ايه ده وفي ايه. ففي وضع اقتصادي سيء جدا، في تسخين بقى، موضوع غزه ده تسخين وبتاع. وبعدين شعب ابن دين كلب. انا واحد باعت لي على التليفون، مش عارف الاقيها ولا، اكتشف حقيقه السيسي. مش عارف ايه لا بقى؟ يعني اسمه ان هو يهودي. ما دي ما السيسي قالوا عن زمان، قال لك امه يهوديه باين. لا ده بقى جاب الاسم وبتاع، يعني هو ايه، اه. يعني واسمه الحركي، وان هو شغال تبع اي بلا ازرق موساد بقى اي حاجه ب 70 جنيه. يعني انت فاهم حاجه يعني اللي هو ايه ده وفي ايه. ففي وضع اقتصادي سيء جدا، في تسخين بقى، موضوع غزه ده تسخين وبتاع. وبعدين شعب ابن دين كلب. انا واحد باعت لي على التليفون، مش عارف الاقيها ولا، اكتشف حقيقه السيسي. مش عارف ايه لا بقى؟ يعني اسمه ان هو يهودي. ما دي ما السيسي قالوا عن زمان، قال لك امه يهوديه باين. لا ده بقى جاب الاسم وبتاع، يعني هو ايه، اه. يعني واسمه الحركي، وان هو شغال تبع اي بلا ازرق موساد بقى اي حاجه. انت فاهم. اه. آه، حتى كان باعت لي بقى مقطع وراجل كبير وبتاع مش عارف، آه، السيسي اسمه مش عارف ايه، يعني جايب اسمه اليهودي بقى اللي هو شغال بيه اه. يعني. اسمه شمعون لاوي. شاهدوا بقى شمعون واكتشفوا بقى الحقيقه المره وكده. ف يعني ناس، وفين هي اصل فكره الايه يعني ان حتى ما فيش كرياتيفيتي، يعني فكره اللي هي اتهام شخص ان هو يهودي ده اساسي يعني عند هذه الجماعات. موضوع انك انت يهودي ده، اللي زي عبد الناصر كان يعني متربي في حاره اليهود فهو كان يهودي. برضو. اتاتورك كان برضه مؤامره يهوديه وكده، يعني حاجات بهذا المعنى يعني. انت فاهم. اكتشفوا بقى السيسي والاسم، جايبين الاسم بس انا مش لاقيه دلوقتي على التليفون. فاكتشفوا الاسم وعرفوا كل حاجه عن السيسي، ان هو يهودي، دي مؤامره صهيونيه امبرياليه والكلام ده. بياكل انا يعني. عايز اوريك اوريك مقطع كده ثواني.